زي ما انتم شايفين كده انا هوريكم دلوقتي نتيجة السواقة في الطينة والشتاء. طيب بص يا سيدي، انا ايه اللي تم معايا بقى؟ انا اللي حصل معايا ان انا كنت ماشي في شارع فيه طينة، وللاسف ان انا ما خدتش بالي وسبت بقى الطينة تنشف طبعا وكده. فايه اللي تم؟ ان الطينة لما نشفت تمام كونت زي ايه، زي حصى كده، فبدأ بقى ايه مع الحركة تمام ان هو يحك في الطنبورة، فبدأ بقى يعمل زي الخدوش طبعا اللي انتوا ايه شايفينها ديت. فحاول طبعا ان انت لو بتسوق بقى ايه في الشتاء تتجنب الاماكن اللي فيها طينه، الاماكن اللي فيها برك. وكمان ان شاء الله لما توصل بالسلامه حاول ان انت تمسح الطنبوره ديت بقماشه او من اثار الطينه والزبط اللي فيها. النصيحه الاولى عندنا ان انت لازم يكون عندك ثقافه التسخين. لازم قبل ما تتحرك بالسكوتر بتاعك تسخنه، سواء الصبح او سواء في وسط النهار، سواء بتدفي السكوتر وتشغله تاني لازم دايما تسخنه على الاقل دقيقتين، او لو انت مستعجل جدا على الاقل 30 ثانيه مثلا اضعف الايمان، ودوت علشان تضمن ان الزيت بتاعك على الاقل سخن ووصل لكل اجزاء المحرك. كمان دايما يفضل ان انت تمشي على RPM متوسط، يعني تراعي كمان ان انت ما تخشش في منطقه الخطر او المنطقه الحمراء اللي موجوده في العداد، لان ديت بتكون المنطقه اللي فيها الموتور بتاعك بيدي اقصى عدد من اللفات وبيكون هنا تحت ضغط، وان الموتور يمشي معاك تحت ضغط فديت مش هتكون حاجه صحيه على الموتور بتاعك. لو انت محتار ومش عارف السكوتر فيه كام فلتر المفروض ان احنا نغيره، في الاول احنا عندنا 3 انواع من الفلاتر. النوع الاول هو بيكون فلتر الهواء، النوع الثاني من الفلاتر هو فلتر الCVT، من الفلاتر هو فلتر البنزين. اول زيت عندنا هو زيت الباكت. زيت احنا بنشيك عليه كل رينج ال 5000 كيلو وبنغيره، طبعا لما بينقص لازم ان انت تراعي ان انت تزوده. زيت الموتور ودوت بنغيره كل 800 كيلو، وطبعا في اللزوجه بنتبع المانيوال، اغلب المانيوالز بتقول ان احنا بنستخدم لزوجه 10/40. زيت الCVT ودوت بيكون بنستخدم لزوجه 90/80. عارفين يعني ان المارينو مش الاضاءه بتاعته مش احسن حاجه، فعشان كده انا زودت له الليدات اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده، الاثنين ليد الكيبلو، الليدين اللي هم بيكونوا تحت. تعالوا برضه اوريكم اختراع جميل قوي قوي وبيحمي من الطينه في وقت الشتاء. تعالوا كده زي ما انتوا شايفين ديت مش فبره، لا دي عباره عن كاوتش. زي ما انتوا شايفين دي الكاوتشه اللي هي الدلايه، انا جبتها وبعد كده قصقصتها وعملت لها مسترك زي ما انتوا شايفين وربطتها بمسمارين تمام. ففي الاخر هتديك الشكل دوت، يعني حاجه كده مثلا ايه تحمي من التراب وتحمي طبعا من الطينه وبرده تديك شكل ايه نوعا ما كويس. تعالوا بقى مع بعض نشوف فلتر الCVT كده. بص يا سيدي دوت فلتر الCVT، الفلتر دوت مربوط بمسمارين، ادي المسمار الاول والمسمار الثاني بيبقى اهوت تمام. تقدر ان انت تنزل عصايه المنافله كده علشان ان انت تفكه، طبعا انا برده هنا فككه. تعالوا كده نشوف مع بعض بقى لما يتفك الفلتر اللي هو بتاع الCVT تمام. طيب تعالوا كده نفكه مع بعض. هو بيبقى مربوط ب2 كليبس، ادي واحد وادي الثاني. بالراحه كده بنفك الكليبسات ديت تمام، يعني لو عملتهم كده هيتفكوا معاك اهوت. ادي الاول اهو تمام طلع، وادي الثاني. هنلاقي جواه كده زي سفنجه. طبعا بصوا بقى انتوا شايفين السفنجه عامله ازاي، يعني بصوا طبعا تخيل بقى ان كل الهواء ده التراب دوت وكل الحاجات ديت كانت هتخش على السير طبعا وعلى المروحه، فطبعا التراب دوت كله بيقلل من العمر الافتراضي للسير وللكلاتش نفسه، وكمان هيقلل معاك في السحب جدا، فعلشان كده لازم دايما تنضفه. طيب لو انت عندك اللمبه اللي هي الخلفيه لما بتيجي تدي فرامل ما بتنورش، او مثلا لما تيجي تدور مارش تلاقيه بيد الفرامل طبعا تلاقيه ان هو بيعلق معاك مثلا او مش راضي يدور، يبقى من الاحتمالات اللي عندنا ان احنا لازم نراجعها هي الحساس. طيب الحساس دوت زي ما انتوا شايفينه كده هو عباره عن جهاز كده زي ما انتوا شايفينه، بيبقى فيه زي زرار هنا عشان لما بتضغط الفرامل فينور اللمبه الخلفيه، ودولت بيبقى طالع منه زي 2 ترمال كده، ودولت المسؤولين عن الايه التدوير لما تيجي تدور بيد الفرامل. طيب دوت بيتواجد فين بقى؟ دوت شايفين كده بيتواجد تحت اليد بتاعه الفرامل، بيبقى مربوط بمسمار كده صليبه، فاحنا بنفك القديم وبنركب الجديد زي ما هوريكم في الطريقه كمان شويه. طيب بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده دوت مكان الحساس اللي هو طالع منه الفيشتين دولت تمام. هو بيبقى مربوط بمسمار صليبه، احنا يا دوبك هنفكه وهنركب الجديد وان شاء الله المشكله هتكون اتحلت. طيب عندي الترمال دوت اهوت تمام، بفكهم كده اشيلهم خالص تمام. اهو الحساس مربوط بمسمار صليبه من تحت، هشيله واركب الجديد واوريكم. يلا بينا. احنا خلاص كده ركبنا الحساس الجديد زي ما انتوا شايفين اللي طالع منه اللي هو اللي 2 ترمال دوت، ودوت الفيشتين اللي شلناهم منه هنركبهم دلوقتي ونجرب في التدويره. يلا بينا.
زي ما انتم شايفين كده انا ركبت اهوت الترمال. طيب تعالى كده نشوف التدويره ماشيه ازاي. ادي اللمبه اهي الخلفيه زي ما انتم شايفين اهيت منوره اهيت زي ما انتم شايفين طيب تعالى كده نشوف التدويره بقى ماشيه ازاي. تمام انا ايدي اهيت على الفرامل طبعا. تمام يلا بينا على المارش بسم الله. اوه زي ما انتم سامعين كده تمت العمليه بنجاح الحمد لله.